مساء الخير عليكم جميعا، وحشتوني جدا جدا. جاهزين النهاردة للحلقة الثالثة من السلسلة بتاعتنا، السلسلة اللي أنا وعدتكم أنكم لما هتشوفوها هتعرفوا مدى الارتباط الوثيق ما بين الفن والسياسة. حلقتنا النهاردة كالمعتاد عن فنانين خانوا العهد، خانوا البلد، أكلوا من خيرها، عاشوا وسط أهلها واندمجوا معاهم بشكل عاطفي عن طريق الفن، وفي النهاية يطلعوا خونة وجواسيس. فنانين حاولوا يختالوا مصر، لكن يا ترى فلحوا؟ حلقتنا النهاردة عن الفنانة سوريا فخري أو الكومبارس سوريا فخري. أيوة هي دي سوريا فخري، أشهر كومبارس جسدت شخصية الدادة. وطبعا انت مستنيني دلوقتي علشان أقولك اسمها اليهودي زي الحلقة الأولى والتانية، بس للأسف إنه لأ، المرة دي حاجة تختلف نهائياً. الفنانة اللي معانا النهاردة أو الجاسوسة اللي معانا النهاردة للأسف هي من أصول عربية وليست يهودية، ولكن أصول عربية لوثتها دماء الخيانة. اتولدت سوريا فخري في 3 أغسطس سنة 1905 في مكان اسمه زحلة في لبنان. سوريا كانت من أسرة المفروض إنها كانت عايشة وسط أهل لبنان الكرام، كانت من طبقة متوسطة الدخل. أبوها كان بيشتغل في القماش كستارة رئيسية بيخفي وراها أعماله مع الكيان الصهيوني لتدمير دولة لبنان الشقيقة. مش قلتلكم الخيانة وراثة في دمها؟ وطبعا ده مش كلامي، ده كلام أكبر المؤرخين اللبنانيين، كلام الأستاذ أسد رستم. أصل الأستاذ متخصص في الكتابة عن اليهود. المهم أبوها كان مسؤول نشط في الجماعات الصهيونية لتدمير لبنان وتخريبها في الوقت ده، لكن أهل لبنان الكرام كانوا بدأوا يشكوا في نشاطاته وتردد بعض اليهود عليه من الجماعات الصهيونية. وطبعا عم فخري ما كدبش خبر، وهوب راح بايع المحلات وصفى شغله كله وقال يا فكيك. راح على فين؟ طبعا انت عارف هو راح على فين. الدنيا طبعا راح على مصر، المكان اللي كان متأكد إن أهله الطيبين وشعبه المحترم الودود هيقدر جواهم يستخبى. سبحان الله، طيبة القلب اللي فينا بتطمع العدو فينا. بس أنا مش عارفة إيه حكاية اليهود اللي كل واحد فيهم يجي مصر ويتدارى ورا تجارة الأقمشة علشان يدعم الكيان ده. إذا كان كيان أصلا خلينا ساكتين، ده إيه السواد المربرب ده؟ طب ما تغيروا شوية، بلاش الأقمشة، اشتغلوا في أي حاجة تانية، اشتغلوا في النقاشة بتكسب دهب. ما علينا يا سيدي. عم فخري بقى راح على مصر، وكانت سوريا لسه وقتها يدوب 25 سنة، وما كانش معاها غير الابتدائية. أي نعم الابتدائية كانت حاجة كبيرة وقتها، لكن ما كانتش الحاجة الواو يعني. المهم نزلوا واستقروا في مدينة الأسكندرية أو اسكندرية بلغتنا العامية زي ما بنقول عندنا في مصر. وطبعا قعدوا يدوروا عن النص التاني بتاعهم منتشرين فين، وعرفوا إن أحسن حل يتوجهوا للسينما وللفن. وده طبعا لأن اليهود ولاد عمهم واخواتهم هيقدروا يساعدوهم في الفن. أصل سوريا كان عندها موهبة التقليد، وخصوصا تقليد الستات الكبيرة. طب انت تعرف ان رصيد سوريا الفني 210 فيلم سينمائي وحوالي 120 مسرحية، من بينهم 30 مسرحية مع علي الكسار لعبت فيهم أدوار الأم، واتحصرت في الأدوار دي، وخاصة في أدوار الدادة أم حليمة. وكان دايما بيتقال عليها أم فلانة، وما كانش ليها اسم صريح في الأفلام والمسرحيات اللي كانت بتقدمها. بدايتها في السينما سنة 1939 في فيلم العزيمة مع حسين صدقي وفاطمة رشدي، وانطلقت للمشاركة في أكتر من عمل فني، ومن أهم أعمالها ملاك والشيطان ورد قلبي. طبعا ما هو الانتشار كان شيء أساسي، أهو منها فلوس وشهرة ومنها ما تتكشفش. ما هو أصل سوريا فخري أو الدادة حليمة كان دورها إنها تتجسس على الفنانات
في الوسط الفني، وهوب راحت متجوزة المحاسب محمد توفيق، وده بقى كان المسؤول عن أموال الفنانين وقتها. بس بعد فترة من الجواز بدأ يحس إن هو كوبري سوريا بتستخدمه علشان تجمع المعلومات. راح قال لها انت طالق بعد شهور بسيطة من الجواز، وده طبعا حصل لما لقاها عمالة على بطال عمالة تسأل وتستفسر عن الثروة الحقيقية للفنانة ليلى مراد. واخد لي بالك انت، الفنانة ليلى مراد اليهودية أو اللي كانت يهودية، ده حتى اليهود يا أخي مش عاتقين، بيراقبوا ثروات الفنانين علشان يحطوا عليهم ضرايب. ده باين له مرار طافح وبالوراثة برضو. ما علينا. طبعا سوريا بعد ما اتطلقت من محمد توفيق اتجوزت بعدها من رجل الأعمال نبيل الدسوقي لمدة 10 سنين، وبعد كده مات بالكانسر أو بالسرطان. لما مات نبيل الدسوقي أهله أو الورثة راحوا المحاكم وفضلوا يصوتوا علشان ياخدوا الفلوس أو نصيبهم من الورث اللي سرقتها من جوزها. لكن على مين؟ سوريا كانت عاملة حسابها كويس جدا وواخدة احتياطاتها، وكانت مخططة إنها تاخد كل حاجة وإنها ما تديش مليم واحد لأي حد من أهله. وبعد ما أخدت ثروته كلها تسكت على كده؟ لا ما تسكتش، راحت داخلة علينا بالجوازة التالتة. الجوازة دي بقى كانت من الفنان فؤاد فهيم، وده بقى قعدت معاه 7 سنين بس، وبعد كده مات برضه. ده هو من الواضح إن جوزها الأولاني كان شخص محظوظ جدا جدا، ده يمكن لو كان كمل معاها سنة كمان ولا حاجة كان زمانه أول واحد بنتكلم عليه وبنقول إنه مات بسببها. واضح إنها كانت واخداهم أسرى حرب. ما علينا. تالت، بعد موت فؤاد فهيم سوريا حست إن أجلها كان قرب، وطبعا سوريا بعد ما خدمت الكيان الصهيوني الفترة دي كلها كان لازم يكرمها، ولكن يا مؤمن إن ربك لبالمرصاد. سوريا باعت كل أملاكها وسابت القصر اللي هي كانت عايشة فيه، وكانت بتحضر لسفرها لبلدها الأم إسرائيل، البلد اللي هي خدمتها هي وأبوها لفترة فاقت 60 عام. 60 عام غارقة في بئر الخيانة. سوريا في حياتها الفنية كان ملاحظ عليها كرهها الشديد للإسلام، ورغم إنها جاسوسة ما قدرتش تداري حبها للكيان الصهيوني وكرهها للإسلام. مواقف كتير حصلت في الوسط الفني خلت الكل يلاحظ تصرفاتها، بس زي ما قلت لكم إن ربك لبالمرصاد. لما قررت سوريا إنها تهاجر لإسرائيل كانت في الوقت ده مخبية حزمة من المتفجرات كانت بتساعد بيها اليهود لما كانوا بيعملوا عمليات إرهابية في مصر. كانت عاملة زي المخزنجي بتاع الذخيرة يعني، وفجأة يحصل انفجار للمتفجرات اللي كانت في البدروم تجيب القصر فوقاني تحتاني على دماغ سوريا، لدرجة إن هما ما عرفوش يستدلوا على ملامحها. بس بعد ما توفت اكتشفوا إن ملهاش وريث، وكمان تكتشف وزارة الأوقاف ثروتها اللي كانت مخبياها في القصر، وسبحان الله يا أخي يتم تخصيصها لبناء المساجد. مش قلتلكم إن ربك لبالمرصاد؟ أصل يا أخي اللي يجي على البلد دي عمره ما يكسب. أصل خير أجناد الأرض ده مش كلامي، والعبرة في الحكاية إنها عاشت خاينة وماتت بخيلة. ودي كانت الأحداث خلف الكواليس. وبس يا سيدي، دي كانت نهاية حياتها وبرضه نهاية حلقتنا، لكن طبعا لسه السلسلة ما خلصتش ومكملة معانا، وكالعادة مستنية رأيكم في التعليقات عن الحلقة، ولو في فنان أو فنانة عايزين نتكلم عنها. واشوفكم على خير وسلام عليكم. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.